انا بقالي في كلية هندسة 3 ترمات، صحيح ما اخدتش لقب مهندس وما حصلتش اي حاجة اكاديميا لسه، لكن ما فيش حاجة تمنعني اني احكم على كل الناس اللي في الكلية، لان في قاعدة مهمة: اي مهندس لازم يكون عنده عقلية هندسية، ومش لازم تبقى مهندس عشان عقليتك تبقى هندسة. العقلية الهندسية هي مهارة حل المشكلات، فأي حاجة غير كده هي غباء. يعني السؤال بتاع فين البي دي اف وهو لسه مبعوت في نفس الشات، او سؤال علينا ايه بكرة وهو موجود في الجدول، فده غباء. عامة في مقولة اسطورية في الحتة دي: فكر مرتين قبل أن تتكلم. لكنني فكرت مرتين. إذا فكر 3 مرات. او معلش يا دكتور ما قدرتش اسلم عشان الكهرباء كانت قطعة، ده غباء هندسي. فين مهارة حل المشكلات؟ او سؤال: يا دكتور الباوربوينت المفروض يبقى كام سلايد؟ او سؤال: يا جماعة هو يوليوس قيصر حكم كام سنة؟ ده غباء برضو، عشان غالبا الجماعة اللي معاك مش عارفين، والاسهل انك تسأل جوجل. وفي مذاهب بتقول ان كلمة ازاي ذات نفسها دي غباء، بس انا لسه ما وصلتش للدرجة دي في الحكم على الناس، بس دي طريقة تفكير اغلب المعيدين اعتقد. المشكلة انه لما دكتور او معيد يقول لحد حل مشاكلك بنفسك كفاية غباء، الطالب بيفضل مش راكز على بعضه لحد ما يلاقي حد بيشتم في الدكتور ده عشان يقعد يصيح معاه، فيكون خسر 3 حاجات: اول حاجه حسناته، تاني حاجه قيمته علشان الناس الجادجمنتال اللي زيي هيعتبروك صيوح، تالت حاجه طاقتك، رابع حاجه امكانيه انك تتحسن اصلا، لانك انت او هذا الشخص بنيتوا لنفسكوا حيطه من دور الضحيه مخليه المشكله في الدكتور مش فيك. وانا اصلا عندي مشكله في الكلام على الدكاتره، لان في العادي لو حد متفوق فهو شخص افضل من الشخص العادي، ما بالك لو هو متفوق باستمرار وباحث علمي، فطبيعي نسبة ان يكون في شخص سيء فيهم قليلة. وسيء بمعنى بيسبب فساد، زي اللي بيتاخد في مادة اخلاقيات المهنة، اللي هو دكتور ظالم او بيسرق او بيعمل محسوبية الخ الخ الخ. لكن الاغلب مش بتكون دي مشكلتهم مع الطلبة. كل الدكاترة اللي حضرت لهم بيحددوا لنفسهم سيستم: اعمل 1 2 3 وهتنجح. مفيش اسهل في الدنيا من كده او اضمن من كده. بس لو 1 2 3 ممشوش على هوا ورغبة الطالب، فالدكتور ده اللي هو بيدرس بقاله 10 سنين وبيشرح بقاله 20 سنة للأسف مش كفء بالنسبة للطالب الفسلة ده. أسفة على ده منطق غلط، مش عدد السنين هو اللي بيحدد الأخلاق، بس طالما الدكتور مش بيخالف أخلاقيات المهنة فهو زي الفل. أو حتى لو بيخالفها، يعني انت معدكش حاجة تعملها، فليه تقعد تصيح وتزود مشكلة على مشكلة، وهي انك تاخد ذنب. الفكرة ان خلال خبرتي اللي هي ال3 ترمات، كل الدكاترة اللي قابلتهم تقريبا كويسين، وحتى احسن دكتور عدى عليا ستيل في ناس من الطلبة الفاشلة بتتكلم عليه. انا مش عارفة انا متعصبة ليه، بس ميمز فيسبوك بتعصبني وهي بتتعامل مع الغلط انه طبيعي، فالواحد يفضل فاكر نفسه طبيعي مع انه في الاصل تصرفات كتير ليه سيئة. عشان كده محتاجين نحيل لأغنية أمينة كرم 2014 طيور الجنة. خلي نهار رجال حدات نهار شوفيها صار شوفيها صار مع غيرك وبأسرارك. وبناء على ما تم مشاهدته في 19 سنة من حياتي، أغلب الناس مش بتعمل كده، مع إنه دي أغنية للأطفال. المفروض إحنا ككبار للأسف نغوص أعمق من كده. يعني مثلا أنا ليه متضايقة إن بحثي ما طلعش أحسن بحث؟ هل أنا هستفيد من فرق الدرجات قوي؟ لا. طيب ليه؟ هل أنا ببحث عن التميز وخلاص؟ شكله كده. طيب ليه؟ هل أنا عندي قلة ثقة بنفسي فبحاول أغطيها بالتميز الظاهري لأي فعل ملوش لازمة بس عشان أحس قدام نفسي والبشر إني متميزة؟ منطقي. طيب ليه عندي قلة ثقة بالنفس؟ هل أنا إلخ 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 إلخ. وهي دي الفايدة في قراءة في علم النفس، أو حتى الفرجة على الفيديوهات في علم النفس، تشوف ناس قاعدة بتحلل كل البني آدمين فتقدر إنك تحلل نفسك، لأن الحوار الذاتي مهم. وفي هذا العصر حتى جلد ذات ما قبل النوم بيفوتنا عشان شكلنا بيبقى عامل كده. بيفوتنا برضو الحوار الذاتي اللي هو مهم لتطوير شخصيتك. عشان كده بنقابل ناس مستفزة كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. والكيس معناها الحازم الفطن القوي.
قد تظن ان انا طلعت برا الموضوع، لكن لا، محاسبة النفس بالشكل ده تعتبر تفكير هندسي على فكرة. اوكي انا طلعت برا الموضوع، اهلا بكم في عقلي المشتت. بس من الاخر العقلية الهندسية او الناس اللي عندهم عقلية هندسية بيتعاملوا مع المشاكل بطريقة منهجية ومنطقية، بيقسموها لأجزاء أصغر وبيحددوا الأسباب وبيجربوا حلول مختلفة. وهنا للأسف الشديد يكون الفيديو خلص. تينا، تهاجمين الطلاب لأن عقلك بحجم حبة الجوز، وتخافين أن يقرأ أحد المعلومة في كتاب العلوم فيضحك عليك الجميع. لكن الجوز طعمه لذيذ أحيانا وهضمه خفيف. الجوز. واو، نجحت بذلك. أضحكتنا. ماذا ستفعل عندما تعود تينا